السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال دايما كان بيطرح عليا او فكرة معينة بتطرح عليا، وخصوصا من اصدقائنا في السعودية يعني او في دول الخليج عموما يعني. يا هندسة احنا عايزين نزرع سمك السلمون، احنا عايزين نزرع سمك الحفش. وبرضه على فكرة كان بيجيني السؤال ده كمان هنا في مصر عندنا يعني. طب قبل ما نجاوب على دوت كله لازم نعرف ان الاسماك يعتبروا متقسمين كمناطق لثلاث انواع. اسماك المياه المعتدله اللي هي في منطقتنا كلها عموما، منطقه الوطن العربي بالشرق الاوسط، واسماك المياه البارده، ومنها دي اسماك السلمون على فكره، واللي هم طبعا سالوني عليها، والحفش برضو اللي هو الاثنين دول على فكره نوعين من انواع الكافيار. يعني في الكافيار اللي هو الاسود ده بتاع الحفش اللي احنا شايفينه ده دلوقتي ودي الزريعه بتاعته، والكافيار الاحمر اللي هو بتاع اسماك السلمون. والكافيار الاحمر ده اللي هو طبعا كافيار يعني بيض السمك الغالي طبعا، اللي هو بتاع اسماك الحفش ده غالي جدا، وبيوصل سعر الكيلو فوق ال 8000 دولار يعني، وفي انواع بتوصل ل 100000 دولار كمان اللي هي النادره. وفي اللي هو الارخص منه طبعا بمراحل، اللي هو الكافيار بتاع السلمون اللي احنا شايفينه ده. الكافيار بقى بتاع الحبش ده اللي غالي جدا يعني. طب نرجع تاني، مرجوعنا ايه تاني كده؟ في عندنا اسماك غير اسماك المياه البارده اللي احنا قلنا عليها، واسماك المياه المعتدله اللي احنا قلنا عليها في منطقتنا. في اسماك كمان المياه الحاره، ومنها طبعا سمكه الباسه، واحنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده. طب انا بقول الكلام ده كله ليه؟ بقوله علشان السؤال دوت، هو انا عايز ازرع سلمون، عايز ازرع سمك الحبش، عايز ايا كان النوع. طيب اللي احنا قلنا الانواع اللي احنا قلنا عليها دي كلها اقدر ازرعها واربيها في بيئتها الطبيعيه بمنتهى السهوله. طيب لا، انا عندي اسماك زي السلمون دي، او حتى كمان الحبش من اسماك المياه البارده، انا عايز ازرعها عندي. يبقى اعمل ايه؟ نمره واحد، اوفر لها الجو كله اللي هي شبيه بنفس الطبيعه اللي هي عايشه فيها. يبقى لازم طبعا ده هيكلفني كتير يعني، لما اجي اربي الاسماك دي في طبيعتها لا ما بتكلفنيش المبالغ دي كلها. لكن لما اجي اربيها عندي يبقى اعمل نفسي، اعمل حسابي يعني ان انا هتكلفني كتير عشان اعمل جرين هاوسز، اعمل صوب لتربيه الاسماك ديت. يعني صبيحه لازم اوفر لها فيها الهول كالاتي. نمره واحد، درجه حراره الميه هي طبق الاصل نفس درجه حراره الميه اللي هي بتعيش فيها في الطبيعه، دي نمره واحد. نمرة اتنين، المساحة والكسمعة نوع السمك ده في الطبيعة، يعني هو في الطبيعة بيعيش فين؟ بيعيش في أماكن ضيقة، سمكة بحرية، هل هي سمكة نهرية في الأنهار؟ لأن معروف طبعا الأسماك النهرية يعني بتبقى كثافة أكتر من الأسماك البحرية. هل هي سمكة لاحمة؟ هل هي سمكة عاشبة؟ بمعنى لو هي سمكة عاشبة لا أقدر أزود فيها الكثافات، مش هيهمني. إنما لو هي سمكة لاحمة لا، الأسماك اللاحمة بيبقى فيها افتراس ما بينها وبين بعض. دي بالي تاني حاجه. وده براعيه في ايه؟ في شكل الاحواض. لازم يكون الابعاد بتاعته متناسبه فعلا مع طبيعه السمكه دي. نمره ثلاثة، الغذاء الطبيعي بتاع الاسماك دي، هي بتتغذى على ايه، وايه العناصر المهمه لها في النمو، وايه الابعاد بتاعه المكان اللي هي تعيش فيه عشان تقدر ان هي تاكل وتنمو وتكبر بسرعه. لان في اسماك ما بتقبلش ان يبقى في كثافات كبيره، لا دي بتأثر عليها في المعدلات النمو. زي على سبيل المثال مثلا الأسماك البوري، أسماك الطبار، الأسماك دي لا ما بتقبلش كثافات. لما باجي أحط فيها كثافات كبيرة لا ما بتنموش، ما بتكبرش، ممكن تعيش معايا لكن ما تكبرش. الكلام ده يفيدنا في ايه في الاخر؟ عايز تربي اسماك، عايز يبقى عندك سمكة معينة زي السلمون اربيها عندي في بيئة اساسا مش متوفرة فيها، يبقى عندي ميزة كبيرة تنافسية في الاسواق، ما عنديش منافس ليا في الكلام دوت. وطبعا ده بيلاقي لا بيتسوق بسرعه، بيجيب لي سعر ممتاز جدا، لان هو هيبقى البديل عن نفس المنتج ده في الاستيراد، فبالتالي هيبقى انا ارخص من المنتج ده لما باجي استورده، واعلى كمان من اي اسماك انا ممكن اربيها تانية غيرها. يبقى لازم اراعي الكلام ده كله عندي في المزرعه بتاعتي. يبقى فاهم نمره واحد انا داخل على ايه. اول حاجه ان انا هتكلفني كتير الموضوع دوت، مش هيبقى بالسهل، مش هيبقى زيه تكلفته زي اي مزرعه تانية لاي اسماك عايشه في المكان اللي انا فيه.
نمرة 2 ان هي لا لازم اوفر لها كل الحاجات المناسبه لطبيعه السمكه دي. معناها ان انا لازم ادرس السمكه دي كويس قوي، افهمها وافهم طبيعتها ايه في الحياه الطبيعيه بتاعتها، علشان اقدر ان انا اوفر ده كله. انقل نفس البيئه بتاعتها للمكان اللي انا فيه. طيب الكلام ده كله يعني من باب اولى ان انا لما اعمل حاجه زي كده واستعين بيها اقرا كويس جدا، اتابع، اشوف، اسجل ملاحظات على الكلام ده، واستعين بحد ليدر في المجال ده، لان الليدر ده هيوفر لي بعد كده الخبراء اللي فعلا اي ليدر بيبقى عنده طقم خبير في كافه التخصصات. بيبقى التيم ليدر بمعنى صح كله مع بعضه، يقدر يوفر لي الكلام ده. ما اعتمدش ان انا بسال فلان وفلان وفلان وبعد كده اقوم داخل في مجال انا مش فاهم فيه اي حاجه خالص ويعرضني للخسائر. كنت معكم وجيه خوجة من قناتي على التيك توك وعلى اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله.